تعالوا كده ندوق مع بعض. خطير. هنا سبت البلح يتنقع حوالي 10 دقايق، هبدأ ان انا بقى اقشره كده. بصوا بكل سهولة اهي. اهي. في بلح ممكن ما يتقشرش عادي، سيبوه، بس اهم حاجة انها تطلعوه. تمام. افتحوا بقى اهو. بس هخلص الكمية واجيلكم. هنا اللهم لك الحمد، خلصت بعد معاناة. احط كده في الخلاط، وهنا جبت مقدار كوباية مية عادية من الحنفية. هضربه شوية حلوين في الخلاط لحد ما ينعم. بصوا انا ضربته بالعافية وحطيت بردك عليه شوية مية تانيين. لو انتوا عندكم كبة الافضل يعملوه بالكبة، انا كنت عارفة ان هو هيبقى شادد قوي كده كنت عملته في الكبة من بدري. انا بالنسبة لي مش هستهلك كمية البلح ده كله، هحط شوية في الكيسة واحطهم في الفريزر، وهستهلك يعني مثلا نصهم او حاجة. بصوا دول شوية اللي انا هحطهم في الفريزر، هو شبه الفول. تمام. هزود بقى عليهم لبن. هحط هنا شوية لبن. حطيت مثلا كيلو الا ربع لبن. عاوزين تزودوه بالمية يعني مفيش مشكلة، بس انا بالنسبة لي بحب يبقى اللبن فيه طعمه يبقى معزز كده. وهنا عندي شوية تلج مش هيخسروا، هحطهم برضو. نطر على قلبنا في الحر اللي احنا فيه ده. ما تيجي نصب الجمدان ده. انا طبعا محطتش سكر لان البلح كده كده بيبقى مسكر جدا. بسم الله. يلا بقى نصب الجمدان. بسم الله الرحمن الرحيم. بينزل في قلبي حرفيا. تسلم ايدي والله. بس كفايه كده على الصغنن بتاعي، بس يا رب ايه يقدر يشرب. تعالوا كده ندوق مع بعض. خطير.